لا، وكاين نقطة مهمة أيضا، أهمية اللقاء غدا إن شاء الله ضرورة الحفاظ على نفس ديناميكية النتائج الإيجابية في اللقاءات الرسمية، لأنه لو نحيو لقاء غينيا ما نهزمش المنتخب الوطني في اللقاءات الرسمية. نعم. لهذا تخيل العكس، لو لا قدر الله وين تنهزم أمام أوغندا قبل شهر ولا شهرين من كأس أفريقيا راح يدخل لك الشك. لهذا قد يدفع لمراجعة كثير من الحسابات وماهوش وقت وتفسد الحفلة وتخلي أمور. نعم، مراجعة هذه الحسابات. لهذا أحسن شيء هو تأخذ الأمور بجدية، تحاول أنك تفوز، لما لا بالأداء والنتيجة راح تخليك تحضر كأس أفريقيا بأريحية. نعم. ما جاتش في وقتها صراحة، انه في شهر سبتمبر ما لعبش. نعم. ونظن لا، لعب هنا في الجزائر. لا، نتكلم على لقاء ثاني، لقاء ثاني نعم، مقابلة غينيا ما دخلش تماما. لهذا نظن الإصابة ما جاتش في وقتها صراحة، خاصة ممكن بالليل نعرفوه، لكن خاصة لبونجاح، لأن بونجاح لما شاهدناه خرج في الشوط الثاني في لقاء الصومال خرج متأثر، كان حاب يسجل صراحة، فعل كل شيء ولكن خانته الفعالية، رغم أنه كان سجل في لقاء بوتسوانا بعد دخوله. لهذا نظن أن إصابات ما جاتش في وقتها. هذه دائما تجي امور اللي ما تنتظرهاش، ان شاء الله يرتاحوا، لان هذا نوع الاصابات هذه معقده نوعا ما، يعني تخليك لازم تريح. وشاهدنا نادي الترجي التونسي وين دار كومونيكي على يوسف الليلي وين تكلم على الان ضروره الخضوع للراحه، ثم القيام بفحوصات معمقه، ثم اعاده تاهيل ويعودوا للعب. اصابه عضليه في شهر اكتوبر تقلق نوعا ما، ولكن ان شاء الله يعود مع فريقه. نفس الشيء بالنسبه لبونجاح مع نادي الشمال، حتى يكونوا جاهزين ان شاء الله في شهر نوفمبر.